اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفه تحفه. وفيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل التكست افكت دوت او التاثير على النصوص اللي ظاهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. طبعا التاثير دوت شكله بيكون لطيف جدا، تقدروا ان انتوا تكتبوا بيه كلمات مختلفه وكمان بخطوط مختلفه وتستفيدوا منه زي ما انتوا حابين، سواء مثلا بتعملوا ديزاين لمجله او فلاير يكون على العنوان، مثلا يكون العنوان بتاعها مكتوب بالشكل دوت، او ان انتوا تكتبوا بيه اي كلمه انتوا حابين ان انتوا تعملوا بيها ديزاين للطباعه بالطلب، وتحطوا بقى التصميم بتاعكم دوت او الكلمه بتاعتكم ديت على التيشيرتات او الشنط او المجات او اي منتج انتوا تحبوه. فيلا بينا نبدا ونشوف ازاي عملنا الافكت دوت مع بعض. اول حاجه قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لو كنتوا لسه مش مشتركين في القناه. وطبعا قبل ما نبتدي حابه اقول لكم ان كل الالوان هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه اللي انا مستخدماها في الفايل دوت، وكمان الخطوط اللي انا مستخدماها وكل التفاصيل هتلاقوها بتظهر قدامكم على الشاشة طول ما احنا شغالين. اول حاجة بقى هعملها ان انا هرسم مربع بنفس الابعاد بتاعة الارت وورك بتاعي. فهجيب من هنا كده الريكتانجل تول، وهاجي من الطرف هنا كده واقف واعمل المربع بتاعي بالشكل دوت. والابعاد بتاعة الارت وورك بتاعي هنا هي 2000 بكسل في 2000 بكسل. بعد كده هختار اي دروبر تول، وهختار ان الباك جراوند بتاعتي تبقى باللون دوت بالشكل ده. وبعد كده هضغط كنترول 2 من الكيبورد عشان اعمل للخلفيه ديت لوكينج وما تضايقنيش طول ما انا شغاله. بعد كده هختار التايب تول عشان اكتب التكست او النص بتاعي بالشكل دوت، واقف هنا واكتب الكلمه اللي انا عايزاها. والكلمه اللي انا هكتبها النهارده هي كلمه تحفه، وحابه ان انا اعمل التصميم بتاعي يكون كل الحروف بتاعتي كابيتال. من الطرف هنا كده بقى وانا ضغطة شيفت هكبر الكلمة بتاعتي بالشكل دوت على الاخر. بعد كده هختار بقى الخط اللي يعجبني عشان اعمل بيه التصميم دوت، وليكن مثلا هقلب بقى كده في الخطوط والتصميم دوت. كل ما كان الخط بتاعي بولد او سميك وفي زي مساحة كده للفل من جوه، كل ما كان التصميم هيبقى شكله احلى. فهقلب كده في الخطوط لحد ما اوصل للخط اللي انا عايزة استخدمه. والخط اللي انا هستخدمه النهاردة هو اسمه بوبنز، وهيظهر لكم اسمه برضو على الشاشة دلوقتي. وانا ضغطة شيفت هصغر. هلاحظ ان في الخط دوت في حاجة مش عجباني، وهي ان حرف الاي حاسه ان في مسافه بعيده قوي بينه وبين حرف الاف. فهقف هنا كده يعني بين حرف الاي وحرف الاف، ومن الكيبورد هضغط الت وهضغط السهم الشمال. هلاقي ان الحرف بيقرب تاني، هضغط الت وسهم شمال. وانا ضغطه الت هفضل اعمل سهم شمال من الكيبورد لحد ما اقربه بالمسافه اللي انا عايزاها. بعد كده بقى هختار ان النص بتاعي دوت ما يبقاش ليه فيل كلر. فهاجي اقف من هنا كده واتاكد ان انا مختاره الفيل كلر هو اللي ظاهر على الوش، وهضغط العلامه ديت عشان الغي الفيل كلر او اللون الداخلي. ومن هنا كده من القائمه بتاعه بروبرتيز هضغط على الثلاث نقط دول عشان تطلع لي الابيرنس بانل بتاعتي. من هنا كده بقى هضغط اد نيو فيل عشان يعمل لي لون اللي هو الفيل والالوان تظهر لي هنا. واتكلمنا على الابيرنس بانل بالتفصيل في الدرسين دول، لو ما كنتوش شفتوهم ضروري تشوفوهم عشان هيفيدوكم جدا جدا جدا. اختار بقى ان الفيل كلر بتاعي يكون باللون دوت. فهختار الاي دروبر تول وهروح اختار كده اللون بتاع الفيل بتاعي الجميل ده. وبعد كده هطلع هنا على الستروك وهزود الستروك بتاعي كده وهخليه يوصل لحد 16 او لحد الدرجة اللي انتوا شايفينها مناسبة. بعد كده هختار الاي دروبر تول وهختار ان الفيل بتاعي يكون باللون دوت اللي هو زي اوف وايت كده. بس لو ضغطت على طول طبعا هيختار لي ان الفيل هو اللي يبقى ابيض، فهضغط كنترول زد. وانا مختاره الاي دروبر تول هختار شيفت واختار اللون دوت. هختار السلكشن تول تاني، وبعد كده وانا مختاره الستروك ديت هضغط هنا كده دبليكيت. وفي اللاير اللي موجودة تحت هختار بقى ان الستروك بتاعي دوت يكون باللون الازرق اللي موجود فوق دوت. فكالعادة هختار الاي دروبر تول وانا دايسة شيفت هروح اختار اللون دوت. وبعد كده وانا مختاره الستروك بتاعي هنزل هنا كده عند الزرار بتاع اد نيو افكت، هضغط عليه بالشكل دوت وهختار ديستورت اند ترانسفورم. ومن هنا كده هختار ترانسفورم عشان اعمل الافكت بتاعي. اول حاجه هعملها ان انا هتاكد ان المربع اللي جنب بريفيو دوت معمول جنبه صح، وهزود عدد الكوبيز بالشكل دوت. يعني مثلا هخليهم 35. وبعد كده من الجزء بتاع الموف دوت هزود كده شويه الموف. هلاقيه ان الرقم 1 دوت يعتبر كبير قوي، فانا هنا هخليه يكون عباره عن -نص. وهخلي كمان الفيرتيكال الحركه اللي في الاتجاه الرأسي تكون بقى نص بس بالموجب.
حاسه ان الكوبس ديت محتاجه انها تزيد شويه، فهروح رايحه بالشكل دوت ومزوداها ومخليها 40 وهختار اوكي. هلاحظ بقى ان اللون الازرق دوت باين شويه من ورا الابيض، فاللي انا اعمله ان انا هقلل الستروك اللي هو باللون الازرق دوت شويه لحد ما الاقي ان الستروك الابيض هو اللي ظاهر فوقيه، وليكن مثلا هخليه 11. حاسه ان الرقم دوت كويس. ودلوقتي بقى اللي محتاجين نعمله هو اننا نعمل طبقه جديده اللي هي بتاعه الظل. والظل هنا هنعمله بطريقه ذكيه جدا، وهو ان احنا هنعمل طبقه ستروك تانية بلون اغمق من لون الباك جراوند فتظهر لنا كانها ظل. دلوقتي انا عندي دوت اللون بتاع الباك جراوند، وكل اللي عليا اعمله ان انا وانا ضاغطه الت كده هحرك هلاقيه اتكرر معايا. وبعد كده وانا مختاره المربع اللي فيه اللون بتاع الخلفيه هضغط هنا دبل كليك على الالوان، هتفتح لي الكالر بيكر ديت. هنزل هنا كده وهختار اللي اوله حرف بي دوت. هلاقي هنا الدرجات معايا بتغمق، هنزل كده شويه لحد ما اختار اللون اللي يعجبني اللي هو اللون الاغمق بتاع الظل، اللي هو كاني يعني عملت اللون دوت مره تانية، وعشان كده وريتكم الطريقه. وانا واقفه بقى هنا كده هختار الكتابه بتاعتي، وبعد كده هكرر الستروك الازرق بتاعي دوت مره تانية، هعمله كده دبليكيت. والستروك الجديد اللي اتعمل اللي هو يعتبر تحت وانا مختاراه، هختار الاي دروبر تول وهضغط شيفت وهختار اللون بتاع الظل بتاعي دوت بالشكل ده. هلاقيه اختارهولي هنا من القائمة بتاعة ترانسفورم. هخلي ديت كده سالب نص وديت نص زي ما هي، وهزود بقى عدد الكوبز. لو تلاحظوا هلاقي هنا الكوبز بتاعتي بدأت تظهر تاني لحد مثلا ما اخليها 77 وهختار اوكي. هلاحظ بقى ان الطبقة بتاعة الظل ظاهرة فوق الطبقة بتاعة الفيل كولر، فانا مش عايزة كده، انا عايزة بس ان دوت يكون ظل ظاهر من الجهة دي. هقفل دي كده وهقفل دي كده عشان اعرف احركها بسهولة، وهرفع الطبقة بتاعة الفل فوق الطبقة بتاعة الستروك، هلاقيها ظهرت لي بالشكل اللي انا عايزاه بالظبط. الخطوة اللي بعد كده بقى هي اني اضيف هنا باترن يكون شكلها حلو، والباترن ديت هي عبارة عن فل، يعني هنتعامل معاها كأنها فيل كولر او لون بيملأ الجزء دوت. فهضغط على الطبقة بتاعة الفل بتاعتي وهختار من هنا دبليكيت سيلكتد ايتم، وهخليني في الطبقة اللي فوق. خلي بالكم مش هتعملوا اي حاجة في الطبقة اللي تحت، لا احنا هنخلينا في الطبقة اللي فوق. هضغط على السهم دوت كده كأني بختار لون، وبعد كده هضغط هنا على الزرار اللي فيه 3 نقط و3 شرط دول، وهختار من تحت كده open swatch library. من open swatch library هختار هنا patterns، وبعد كده هختار basic graphics، وبعد كده هختار basic graphics dots. هنختار مثلا النقط الصغيرة ديت او النقط الكبيرة. عندنا يعني تشكيلة كبيرة جدا illustrator نفسه هو اللي بيقدمها لنا. لما اضغط على السهم دوت كمان ممكن اعمل التصميم بتاعي يكون كده مخطط بالشكل دوت. هلاقي عندي بقى تشكيلة كاروهات برضو هنا كده، دي بقى اشكال فيها الوانها جاهزة. فمثلا خلونا نختار النقط القريبة من بعض ديت، او انتوا طبعا ليكم الحرية ان انتوا تختاروا الحاجة اللي انتوا عايزينها. وهروح ضغطة اكس بالشكل دوت. لو عايزة بقى اغير في النقط ديت واقربها من بعض او اغير في الباترن نفسها، فاللي انا هعمله ان انا هدور هنا كده على اداة اسمها سكيل تول. الاداة بتاعت السكيل تول دي غالبا بتكون مستخبية هنا مع روتيت تول. يعني هاجي هنا كده عند روتيت تول واضغط يمين، هلاقي هنا حاجة اسمها سكيل تول. هضغط على السكيل تول ديت مرة واحدة وهلاقيها ظهرت لي هنا بالشكل دوت. بعد كده اضغط عليها دبل كليك بالشكل ده، هلاقي الويندو ديت طلعت لي هنا. هشيل بقى الصح اللي على سكيل ستروكس اند افكتس، وهشيل الصح على ترانسفورم اوبجكتس، لان انا بس عايزة العب في السكيل بتاع الباترز. هتأكد بس ان الحاجة الوحيدة اللي عليها صح هي ترانسفورم باترنز فقط، والثلاث حاجات دول ما لهمش صح. وهتأكد هنا برضو ان بريفيو ديت موجودة عندي. هاجي هنا بقى كده اقدر ان انا ازود كده، هلاقي النقط عندي كأني بكبر الباترن ديت وبوسعها. اقدر طبعا ان انا اقلل كده عشان الباترن بتاعتي ديت تقرب قوي 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 من بعضها. اختار الشكل اللي انا شايفاه جمالي وحلو بالنسبة لي دوت. طبعا يونيفورم سكيل يعني هو بيكبر الطول والعرض بنفس النسب. اقدر ان انا اخليه بقى نون يونيفورم، يعني مثلا لو عايزة ان هو بالطول يزيد ومثلا بالعرض يقل، يعني النقط تقرب من بعضها كده وتبعد عن بعضها بالشكل دوت. بس انا هرجعه تاني يونيفورم عشان حاسه ان اليونيفورم شكله احلى. هختار بقى النقط بتاعتي تكون بالشكل دوت وهروح ضغطه اوكي. وبكده بقى عندي التصميم بتاعي بالشكل اللي قدامكم دوت. هخليه كده بس في المنتصف من كل الجهات. اقدر طبعا ان انا اغير الخط، اختار بقى خطوط تانية كتيرة جدا، لان زي ما قلنا ميزة الابيرنس بانل ان انا بعد ما بعمل التعديل في التصميم بتاعي
بقدر ان انا اغير فيه زي ما انا احب. مثلا ممكن اختار الخط دوت، ممكن كمان اغير اصلا الكلمة واخليها مثلا سلمى، اخلي الحروف سمول او اخليهم كابيتال، اعمل اي حاجة انا عايزاها في الخط بتاعي دوت. ولو حبيت احفظ الافكت بتاعي دوت عندي في الجهاز، بحيث لما اجي اعمله على كلمة تانية ما اقعدش اعيد كل التفاصيل بتاعة الابيرنس بانل ديت، هاجي من هنا كده من قائمة ويندو وهنزل تحت كده هنا خالص لحد جرافيك ستايلز، وهاخد الكلمة بتاعتي بالافكت بتاعها وارميها جوه لحد ما يظهر لي علامة الماوس والزائد، كده ظهر عندي الافكت ده. اي وقت اقدر افتح الويندو بتاعت جرافيك ستايلز ديت، اكتب الكلمة اللي انا عايزاها واكبرها، وبعد كده اختار هنا الجرافيك ستايل دوت، هلاقيها اتطبقت لي على الكلمة بتاعتي. واقدر كذلك برضو ان انا اغير الخط بتاعها واعدل فيها بقى زي ما انا عايزة بالشكل اللي قدامنا دوت. ودي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب يكون افكت النهاردة عجبكم والفيديو يكون لطيف وخفيف على قلوبكم، وما تنسوش تطبقوا على الفيديو دوت وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الرسائل بتاعة فيسبوك وانستجرام. بفرح جدا جدا لما بشوف التطبيقات بتاعتكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. ودلوقتي كمان تقدروا تدعمونا بشكل مادي عن طريق زرار ثانكس اللي موجود تحت الفيديو هنا على اليوتيوب. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.